السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في قناتي مطبخ ايمان. النهارده ب8 كيلو جبنه قريش. هنجيب اللبن وهنطلع منه القشطه وكمان هنطلع منه الجبنه، بس جبنه كريميه جميله جدا، وهتكون سهله وبسيطه على كل ست بيت تقدر تعملها في البيت، وكمان بدون منفعه او زبادي او خل، وكمان بدون حصيرة، والطريقة سهلة والتكلفة بسيطة جدا. يعني هنقول وداعا لغش التجار وغلاء الأسعار، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة بتاعتنا النهاردة. وأول حاجة معايا هنا 3 كيلو من الحليب، ده لبن جاموسي. لازم طبعا تكوني جايباه من مكان من ناس فلاحين، يكون أضمن وأحسن، وفي نفس الوقت بيكون الدسم فيه نسبته بتبقى أعلى من لما تشتريه من السوبر ماركت أو من عند منتجات الألبان. جبت بولة بلاستيك وقلبت فيها كل كمية اللبن، واحنا عشان في توقيت شتوي اللبن هيقعد معانا 3 أيام لحد ما يربط، فأنا هسيبه في أي مكان كده في المطبخ، يعني في ضلفة من المطبخ مثلا او في فرن البوتاجاز لو مش هتشغليه لمدة 3 ايام، وبعد كده هنفتح عليه مع بعض. ودلوقتي بعد ما مر 3 ايام بنبص على الحليب لقيناه ربط كده معانا، وما شاء الله عمل لنا قشطة جميلة جدا. طبعا عشان التوقيت اللي احنا فيه شتوي هتبص تلاقي القشطة بتتفصل معاكي بكل سهولة، مفصول تماما عن الرق اللي تحتها. بنجمعها كلها كده ونلمها ونحطها في طبق. ما شاء الله طلعت معانا كمية حلوة جدا. ودلوقتي هندخل على الطبقة التانية اللي تحت القشطة. هنجيب بقى اول حاجة كده، هنجيب صينية يكون ليها حرف عشان خاطر نصفي فيها الجبنة، او اي حاجة غويطة مش شرط صينية. وفي قلب الصينية هحط طبق صغير كده اقلبه على وشه عشان خاطر اثبت عليه المصفى. تمام كده. وبعد كده بقوم حاطه اي قماشه خفيفه عندك بتفرشيها في قلب المصفى كده عشان ما تنزلش الثقوب بتاعتها، ما تنزلش الجبنه. بعد كده نقلب الجبنه كلها كده على الشاشه، وهقوم مغطياها. انا بقى هنا مش هحط عليها مش هتقل عليها حاجه ولا هضغطها باي حاجه، هسيبها زي ما هي كده، يدوبك هغطيها بس بالشاشه. انا كنت هنا شغاله في الجبنه من بالليل، فانا هسيبها من بالليل كده لحد تاني يوم عشان تكون صفت كل السوائل اللي فيها. وتاني يوم بفتح على الجبنة بقى كده، كانت صفت كل السوائل اللي فيها ومن غير ما نحط عليها تقل ولا اي حاجة. تمام كده. ومعانا كمان الشرش اهو اللي نزل منها، طبعا ليه استخدامات كتير احنا هنتكلم عليها دلوقتي. هقطع بقى الجبنة كده، هخرطها. واثناء ما احنا بنقطع الجبنه كده يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا باللايك. معانا طبق بقى كده هنرص فيه كل الجبنه اللي احنا هنخرطها. وبصوا حبايبي كده الجبنه طالعه معانا عامله ازاي، طريه وناعمه، والملمس بتاعها كريمي جدا بجد، طالعه حلوه قوي. ولما بتيجي تاكليها كده تحس ان انت بتاكلي قشطه جميله جدا. ودلوقتي انا هحط لها معلقه كده من الملح، هرش عليها كده رشة ملح يعني. طبعا الحدق دوت انت اللي بتتحكمي فيه، عايزه حدقها زياده بتزودي، عايزه حدقها بسيط بتقللي، يعني انت اللي بتتحكمي في الملح. تمام كده. وبصوا يا حبايبي بالنسبه للشرش اللي طلع من الجبنه، انا هنا قبل ما اصفي الجبنه ما حطيتلهاش ملح خالص. ليه؟ عشان عايزه الشرش اللي يطلع معانا ما يكونش فيه ملح، عشان اقدر ادخله في الحلويات، في عمل الحلويات، خلي بالك في الحته دي. وطبعا احنا طبيعي بندخله في المعجنات، فانا عشان اقدر استخدمه في كل حاجه مرضتش ان انا احط ملح في الاول، فحطيت ملح بعد ما صفيت الجبنه. تمام كده. الشرش ده بقى بنعبيه في ازازه كده وبنسيبه على الرف، ونقدر نستخدمه في كل حاجه، وان شاء الله هستخدمه معاكم في الحلويات والمعجنات والعصير كمان، يعني بيخش معانا في كل حاجة، واي حاجة بيدخل فيها بينجحها كمان. ودلوقتي يا حبايبي من خلال ال3 كيلو لبن اللي احنا استخدمناهم ملينا البيت خير، وكمان الجبنة كريمية جدا وجميلة جدا، استحالة تجيبيها من بره بنفس الطعم ده. فلو انت حسبتيها هتلاقي كل الخير اللي عندك دلوقتي يعتبر ب8 كيلو جبنة قريش بنشتريه من بره، وطبعا مش هيطلع بنفس الجودة دي. وعندك القشطة هتيجي تبصي تلاقي الموضوع موفر جدا.